وفاة الفنان الكبير حسن يوسف. اليوم بدأت منذ قليل جنازة الفنان حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وحرص عدد كبير من نجوم الفن على أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل حسن يوسف من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم الفنانة ميرفت أمين والفنانة شهيرة وأيمن عزب وسامح السريتي وإيهاب فهمي. وكان محمد يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف قد أعلن عن وفاة شقيقه صباح اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي على الفيسبوك، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته. والفنانة يسرى بتقول في تصريحات ليها عن الفنان حسن يوسف: فنان حقيقي وأكيد كان زعلان على ابنه عبد الله. أما عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل حسن يوسف، فكانت الفنانة شمس البارودي إلى جواره في أيامه الأخيرة، وكانت ترفض أن يفارقها، وحولت غرفته إلى غرفة رعاية مركزة، وكانت تجلس بجواره وهي تحمل المصحف وتقرأ فيه وتدعو لله أن يطيل في عمره. الفنان الراحل حسن يوسف أصابته حالة من الحزن والزهد بعد رحيل عبد الله أصغر أبنائه غرقا في يوليو سنة 2023 في الساحل الشمالي، واتدهورت حالته الصحية والنفسية. وقالت زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي: حبيبي كان أكرم وأحن الرجال، راح حبيبي لعبد الله وراح لرب كريم وحنون. وكانت شمس البارودي أعلنت في تصريحات سابقة ليها عن اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف عن الفن وتفرغه للعبادة وصلة الرحم بعد رحيل ابنهم عبد الله. وقالت: حسن زهد في كل مباهج الدنيا وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأصبحت أسعد أوقاته حين يقوم بصلة الرحم وزيارة أبنائه وأخوته وجميع عائلته. وأكدت أن اتخاذه لقرار اعتزاله ده كان بعد صدمة وفاة عبد الله أصغر أبنائهم. وختمت شمس البارودي تصريحاتها وقالت: حبيبي زهد مباهج الدنيا منذ وفاة الغالي عبد الله، وكان أسعد أوقاته زيارة الأبناء والأهل، ورفض عدة أعمال معلقة وقال: كفاية كده، ربي يرحم ابننا ويخللنا إخواته والخلوة مع الله تكفيني. وفي النهاية بنقدم العزاء لأسرة الفنان الراحل حسن يوسف ولكل محبيه ومعجبيه ولكل الوسط الفني.